9/7 وبعد كده يخلص يوم 18/7 ويبدا التداول عليه في السوق السنوي يوم 23/7. واللي ما يعرفش السوق السنوي ده اللي هو السوق العادي اللي هو بتاع اللي انت بتشتري فيه اسهم وتبيعها عادي جدا، انما مش اكتتاب عام. اول حاجه اللي هم حاطينه حجم الطرح هو 104.9 مليار جنيه، وده 32% من الشركه. سعر السهم في الطرح العام، وده خلوا بالكم منه هنتكلم عنه كتير في الفتره اللي جايه، سعر السهم في الطرح هو 2 جنيه و90 قرش. القيمه العادله للسهم هي 4 جنيه ونص او 4 جنيه 54 قرش. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت بتشتري سهم ب 4 جنيه ونص في الاكتتاب العام بتاعه ب 2 جنيه و90 قرش. لكن الحد الادنى ان انت تشتري اسهم في الاكتتاب او الاي بي او هو 1000 سهم، يعني 2900 جنيه. بس في حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالها منها، وهي ان في حاجه اسمها صندوق استقرار. صندوق استقرار ده ببساطه ان هو في اول 30 يوم بعد اي اكتتاب عام هو بيحفظ لك قيمه حق فلوسك. ده بمعنى ان مثلا لو الشركه نزلت عن 2 جنيه و90 قرش هتلاقي شركه الوساطه بتاعتك زي ثاندر مثلا جايه تبعت لك ايميل تقول لك لو انت عايز تاخد فلوسك تاني 100% منها تقدر تبعت الميل ده او تعمل الفورم دي، هم هيتصرفوا معاك، يعني هم هيوصلوا